الشركه دي خدت مليون استثمار، ودي 10 مليون، ودي 100 مليون. اشمعنى الشركات دي معناها لسه بادئه جديد؟ الحقيقه ان مش ده السؤال الصح. السؤال الصح ايه هو نوع الشركات اللي بتاخد الفلوس دي كلها استثمار؟ الشركات دي اسمها ستارت ابس او شركات ناشئه. عشان تفهمها كويس خلينا نعمل مقارنه سهله بين الستارت ابس والشركات العاديه. مع ان الاثنين ممكن تكون شركات لسه جديده او لسه بادئه، هدف الستارت اب بيكون انها تلاقي بزنس موديل جديد او طريقه جديده تجيب بيها الربح او طريقه جديده تحل بيها مشكله. في الغالب بتبقى بتكنولوجي جديده زي الانترنت. هدف الشركات العاديه بيبقى انها تحقق ارباح معروفه من طرق معروفه ومتجربه قبل كده. اتنين، في شركات الستارت اب الابداع والاختراع بيبقوا شيء اساسي عشان تطلع بافكار جديده للربح او حل للمشاكل. لكن في الشركات الصغيره والمتوسطه مش لازم قوي تخترع على قد ما تكون خبره في مجال الشركه. ثلاثة، النمو السريع جدا والاستحواذ على السوق واحد من اكبر اهداف الستارت اب. بينما الشركات الصغيره والمتوسطه النمو بيبقى متوقع وثابت. عشان تحقق النمو السريع دوت بتبقى محتاج فلوس كتيره في الاول علشان تكبر. طيب انا كمستثمر هكسب ايه لما اساعدك كده مع ان الطريق غير امن ومش معروف والمخاطره كبيره؟ الرد على السؤال ده بيبقى العائد. باختصار اي بزنس تقليدي العائد عليه بيبقى كام؟ 30%، 50%، 100%. العائد على شركات الستارت اب بيبقى في العموم 10x او 10 اضعاف، وقت نسبيا مش كبير. طيب المستثمر دوت بيرجع فلوسه ازاي؟ عن طريق 3 حاجات، يا اما الشركه ارباحها تزيد او تتباع بقيمه اعلى او تطرح في البورصه. وده بيدفع الفينشر كابيتال او راس المال المخاطر انه يستثمر في الافكار والطرق الجديده بدل التقليديه المعروفه. انا هنا مش بقول لك في نوع احسن والتاني اسوأ، انا باختصار بقول لك طريق مخاطره اعلى احتمال الخساره فيه اعلى بس مكاسبه اعلى بكتير جدا، او طريق معروف امان اكتر بس المكسب فيه متوقع او متواضع. وفي الاخر احب اقول لك مفيش بيزنس بصفر مخاطر، حط فلوسك في البنك احسن.